السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا عزيزي الأهلاوي. فيديو جديد، وطبعا احنا النهاردة جايين نتكلم شوية في ماتش الأهلي وشباب بلوزداد يوم الأحد إن شاء الله. ايه وجهة نظري؟ شايف المواجهة هتبقى ازاي؟ هل سهلة؟ هل صعبة؟ بس قبل ما نتكلم ونقول أي حاجة، اللهم ارحم شهداء فلسطين وشهداء سوريا، ونصلي على النبي، وبسم الله الرحمن الرحيم. بص بقى معايا يا عزيزي الأهلاوي، ماتش الأهلي وشباب بلوزداد طبعا بإذن الله هيبقى يوم الأحد على استاد القاهرة، والماتش عامة على أرضك. بس هو مش هيبقى ماتش سهل، ماتش هيبقى فيه كذا تريكاية، وهيبقى نفس على لعيبة الأهلي أكتر بكتير على شباب بلوزداد. هو عامة لو الأهلي إن شاء الله كسب هيتصدر المجموعة برصيد 7 بونت، وهيبقى فرق بينه وبين اورلاندو بايرتس 2 بونت. بس طبعا فريق شباب بلوزداد هو مش جاي عايز يخسر، هو جاي أقل حاجة عايز يتعادل. الفريق خسران على أرضه، خسران من اورلاندو بايرتس، فهو جاي مش عايز يخسر من الأهلي، هو عايز أقل حاجة تعادل. فالماتش هيبقى رخم والماتش هيبقى مقفول. هو شباب بلوزداد حاليا مش احسن حاجه، بس هيبقى مقفل جدا وهيرخم عليك. وطبعا كده كده النادي الاهلي لازم يكسب، لازم يصالح جمهوره ويقول لهم احنا اسفين وحقكم علينا، وباذن الله الكبوه ديت مش هتتكرر تاني، والغلط ده مش هيتكرر تاني. وطبعا لازم يكسب، مش اللي هو يكسب وخلاص، لا ده لازم يكسب باداء مرضي، اللي هو مش كسبت 1-0 ولا 2-0 وخلاص، وحتى لو كسبت 3، بس لو اداء مش مرضي ولا اي حاجه، لازم فعلا نأدي اداء قوي ويقول للجمهور احنا موجودين. ايوه كانت ماتش وعدى، وان شاء الله مش هتتكرر تاني، ولازم ننافس على البطوله ديت وناخدها. فانا من وجهه نظري هو هيبقى ماتش صعب على الاهلي اكتر من شباب بلوزداد. في الاخر شباب بلوزداد بيلعب بره ارضه، حتى لو خسر عادي، بس النادي الاهلي على ارضه اي حاجه هتحصل غلط الجمهور مش هيرحم، الجمهور مش هيسكت. وطبعا عزيزي الاهلاوي، تاريخ مواجهه الفرقان مع بعض 4 مباريات بس. الاهلي قبل كده كسب مرتين، والمباريتين كانت 1-0. السنه اللي فاتت لعبناهم مرتين في دور المجموعات وتعادلنا معاهم 0-0. فاكيد شباب بلوزداد هو مش عايز يكرر نفس السيناريو تاني. شباب بلوزداد لو خسر من الاهلي الماتش دوت، الاهلي اول، رونالدو بايرتس التاني، شباب بلوزداد التالت. فهو شباب بلوزداد مش عايز يكرر نفس السيناريو السنه اللي فاتت، يعني مش عايز اطلع تالت زي السنه اللي فاتت، هو عايز يتاهل. بس هيتاهل والمجموعه صعبه اصلا، المجموعه فيها رونالدو بايرتس، الاهلي وشباب بلوزداد، فهي صعبه عليه اصلا. فهو نفسه يطلع باي حاجه من الماتش دوت. وانا بصراحه من وجهه نظر انا كواحد ما بحبش العب الفرق الجزائريه، سواء فرق او منتخبات، انا ما بحبش. بص بالنسبه لي ماتش مثلا لو بتلعب فرقه جزائريه او منتخب الجزائر، بص تجيب لي اي حد في القاره، ده من وجهه نظر انا، بس ما تجيبليش حد من الجزائر. بحس ان هو ماتش بيبقى متنشن قوي وتوتر قوي وفي عنف زياده، ده من وجهه نظر انا. بس طبعا اتمنى النادي الاهلي يكسب وما يكسبش وخلاص. انا واحد مش هبقى مبسوط لو اتلقيت الفرقه كسبت وخلاص. ايوه اهم حاجه ال3 بونت وكل حاجه، بس انا عايز اشوف اداء، عايز اشوف روح، عايز النادي الاهلي اشوفه زي زمان، اللي كل اللعيبه مصلحتها مصلحه الفرقه، مش كل واحد همه مصلحته، همه انه يجيب جون، همه انه يعمل اسيست. لا الفتره الجايه اهم حاجه مصلحه الفرقه، مش مهم اللاعب مين اللي لعب، مش مهم مين اللي طلع، مش مهم مين اللي اتبدل، لا كل يبقى روح واحده والكل يبقى همه الفرقه قبل اي حاجه. الفتره الجايه صعبه، وهتعمل اللي يفيد الفريق مش هيفيدك، الفتره الجايه هتبقى صعبه على الكل. ان شاء الله الاهلي يكسب، وزي ما انا قلت يكسب باداء فعلا يرضي الجمهور ويحاول يصالح الجمهور. بس كده عزيزي الاهلاوي، ده فيديو على السريع، وما تنساش لو بيعجبك محتوايا تدعمني بشير ولايك وسبسكرايب، سواء على التيك توك او على اليوتيوب. سلام.